3-0. ولكن بعدها من الدقيقة 75 تونس الآن لعب بكبرياء بعد التبديلات اللي غيرها، وأول ما لعب سجل هدفين. كان المفروض الحكم يزيد، للأسف عطى لتونس 7 دقائق، ولكن المفروض كانت تكون 10 دقائق، ولكن ما علينا. ولكن ردة الفعل الكبرياء اللي يملكها تونس، هنا نقول لكم لازم نطمنكم يا جماهير تونس، ما شاهدناه من المباراة راح تروحون بعيد في هذه البطولة، راح تروحون بعيد. ولكن الماما افريكا، متعة الماما افريكا غير، يعني ما فيك تقول حتى لو فايز 4-0 في الشوط الاول ما فيك تضمن الانتصار، وهذا الشيء اللي سواه تونس. هاردك لتونس. وقبل لا ننسى، اذا كنتوا تبي تشاهدون المباريات وتبي تشاهدون اي بطولة وكاس افريقيا وكل البطولات، تلقون الرابط بالبايو. انتهت واحدة من أجمل القمم يا أخوان، أن قصة هدف تعادل بس لتونس ويكمل الجنون الكامل. أكثر مباراة سجل فيها أهداف في أفريقيا 25 في المغرب، من 3-0 لنيجيريا ب3 أهداف ساهم فيها كلها لوكمان بالمناسبة، اللي حلمي كان يجي الإنتر، إلى 3-2 عودة أثبت فيها لاعبين تونس أنهم موجودين، أنهم مستعدين يقدموا في البطولة هذه، خصوصا بعد هذه اللقطة اللي ظلمهم فيها الحكم تقتل نفسيا أصلا. الكرة رايحة انفراد يرجعهم لفاول لصالح تونس، واللاعب يراوغ الحارس والحارس يعيقه والحكم ما يحسب فيها شيء، يقول لك أنا لا أرجع للفاول الأول اللي هو لصالح تونس أصلا. فحقيقة استمتعنا يعني. فولو لايك يا أخوان، السلام عليكم. معقولة خسارة المنتخب التونسي بسبب التحكيم؟ منتخب تونس بدون أي شغف، منتخب تونس عنده أدوات بس ما عندهم شغف إنه يلعبون المباراة ويكملوها ويفوزون بها. عندهم هاي الإمكانية، عندهم السمع إنه يقدرون يفوزون على نيجيريا. ولكن نيجيريا صراحة أوسيمين لوكمان يعني سووا النتيجة 3-0. والله حرام. يعني تونس ممكن إنه تخسر بالواحد، بس من تخسر بالثلاثة هاي صعبة هواي. منتخب تونس يذكرني يعني حالته مثل حالتي لما ألعب اتاري بلاي ستيشن، أنا الخصم أقدر له بس أخسر، ما أعرف ليش، أتلقى أهداف. عاجل ورسميا تونس تخسر في أول المشوار، ومنتخب نيجيريا يعبر ويرافق مصر.